عرفتي ان بنتك مصاحبه؟ اهدي بس كده وركزي وانا هقولك ازاي نتصرف معاها، بس كملي معايا الفيديو للاخر وما تنسيش تدوسي على شويه الزراير اللي حواليا. ايه العلامات ان البنت بتعملها علشان اعرف انها مصاحبه؟ نمره 1، بقت بتقعد كتير قوي لوحدها، ما بقتش تيجي تقعد معايا زي الاول وتتكلم في اي كلام. نمره 2، بطلت ترغي في التليفون عادي قدامي زي الاول، بتستخبى وتتدارى وتتكلم لوحدها في الاوضه. 3 بقى، تحسي كده ان البنت ما بقتش كلامها مظبوط، بقت مسهوكه قوي. 4، بقت تقف قدام المرايه بالساعه والساعتين تتزوق، البنت ما كانتش كده. 5، ما بقتش تركز خالص في دراستها وما بقتش تجيب درجات كويسه. ال5 نقط اللي انا قلتهم دول ما يدلوش برضو ان بنتك مصاحبه، بس ده جرس انذار انك تبداي تدعبسي وراها. دعبسنا ودورنا وعرفنا هنعمل ايه. في امهات بتولع البيت حريقه، تضرب وتزعق وتشخط وتسحب الموبايل وتمنعها من النزول وتقفل عليها الباب وتروح تقول لابوها، واخوها الصغير بقى يعرف ويعمل عليها ذكر، وده طبعا نتيجته كلها غلط في غلط، وما احبش ان الام تعمل كده. في امهات عاقله وتعرف تفكر وتتصرف بحكمه في الموضوع ده. لازم نمره 1 تتكلم مع بنتها وتديها الامان علشان تعرف منها كل التفاصيل، وتفهمها انها في سن طبيعي انها تحس بمشاعر، هتحس باي شويه مشاعر ناحيه زميلها، مدرسها، جارها، اي حد من الطرف الاخر، وتفهميها حتى لو بالكذب انك لما كنتي في سنها حسيتي بنفس الاحاسيس دي. ده بقى اللي احنا عاوزينه، انك تجري البت لمنطقتك علشان تعرفي تديها العلاج المظبوط والبت ما تبقاش رافضاه. اول حاجه لازم تعوديها انها تحكي لك كل حاجه، وتوعديها انك لا هتزعقي ولا هتتنرفزي ولا هتزعلي منها، وابتدي بقى اديها نصايح واحده واحده كل ما تيجي تحكي لك حاجه كانك اختها الكبيره مش مامتها. واهم حاجه بقى انك تشغلي وقتها باي حاجه بتحبها عشان تبداي تسحبيها تدريجيا من الموضوع ده واحده واحده. هي لو لقت نفسها في الحاجه اللي بتحبها دماغها غصب عنها هتروح لها وتنسى اللي هي فيه. جينا بقى للاختبار الحقيقي، وانتي قاعده بتدردشي مع بنتك قالت لك انها خرجت معاه قبل كده بعد الدرس، هتعملي ايه؟ بس خلي بالك ده ممكن يكون كمين معمول لك من البيت علشان تعرف انتي قد كلامك ولا لا. هنا بقى لازم تبقي اذكى منها وتتصرفي بذكاء، تسمعيها لغايه الاخر خالص وتجرجريها في الكلام علشان تتاكدي ان مفيش حاجه غلط حصلت. بعد كده تقولي لها بكل بساطه كاني ما سمعتش حاجه، وتديها الثقه الكافيه ان هي ما تعملش كده تاني من نفسها، وتفهميها ان البنت المؤدبه ما تخرجش مع شاب من ورا اهلها، وتفهميها ان الولد اصلا ممكن يغير فكرته عنها بسبب الخروجه دي. قصر الكلام لازم البنت تحس بحاجتين، انك واثقه فيها ومش هتعمل حاجه غلط تاني من وراكي، وانها تيجي تحكي لك كل حاجه قبل ما تعملها لانك ستر وغطى عليها. قولوا لي بقى في الكومنتات لو مريتوا بمواقف زي دي مع بناتكم هتتصرفوا ازاي؟ ما انا ما معيش بنات.